السلام عليكم احبائي، كي راكم غايه؟ نتمنى كاع تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي سهل بنين مع ساره. اللي مشى جبت لكم ساره، جبت لكم فطائر محشيه بواحد الحشوه بنينه اقتصاديه وتجي مفرمجه. حبيبتي تبعي المقادير وطريقه التحضير. قبل ما نبداو ما تنسيش ديري لنا لايك، ديري لنا لايك وكومونتير. كما راكم تشوفوا غالياتي، نبداو على بركه الله. هنا عندي فلفله كما راكم تشوفوا. هنايا درت، شوفوا الحشوه على حسب افراد العائله، والعجين تاني على حسب افراد العائله. صاي غالياتي، هي اللي التحقت بالقناه نقول لك مرحبا بك حبيبتي، اسعدني بوجودك كثيرا. ما تنسيش تشتركي فضلا وليس امرا، تضغطي على الجرس باش يوصلك مني كل جديد. والاخوات اللي يبغوا خاطرتي نقول لكم هذا شرف ليا، حتى انا نبغيكم كيما تبغوني، نبغيكم ونموت عليكم، ربي يخليكم ليا. شوفوا هنا حكمتهم كاع الشيرات، درتهم شرائح وقطعتهم قطع صغيره، وعلى بالي بلي هاد الصوالح كاع تعرفوهم. شاوله اختكم ساره تبغي تبارطاجي معاكم باش تدوا الوصفه للشيان. صاي الشيرات كيما شفتوا هنا حكمتهم كاع، درتهم في المقله. نزيد نجيب ديك الحبه تاع البصل تاني ندير لها نفس الطريقه، قطعيها كما راكي تشوفي حبيبتي. وبغيت نقول لكم غالياتي، اللي سيد اي وصفه من وصفاتي تخلي لي في التعليقات، هيا باش الاخوات اللي يدخلوا ويشوفوا التعليقات تاعكم هيا يزيدوا هما تاني يسيو وصفات تاعنا. هنا شادت بعد ما درت هذيك البصله والفلفله، نزيد ندير الملح وندير الزيت ونخلطهم كيما راكم تشوفوا. نديهم فوق نار على نار هادئه، نخليهم يتقلوا غايه. دروك هنا شادرت وليت للبطاطا، غادي ندير فيها بطاطا كيما راكم تشوفوا. هاد الوصفه تجي بنينه خصوصا في فصل الصيف، تحوسوا على حاجه تكون خفيفه وكاع ما تشدلكش الوقت، ما تضلي تخمي في خبز، ما تضلي تخمي في مرميطه، ما والو. هذه ليه بالخوف توجديها. هاي حبيباتي كيما راكم تشوفوا قطعت البطاطا تاعي حاجه باينه، نديرها بتيدي تاني ودوك نديها نقليها. شاولا غير نبغي نهضر معاكم ونطول في الفيديو. صاي الشيرات هي اللي تبغي ساره معليش تستحمل هذه المراحل. وكثروا لنا هذوك التعليقات، كثروا لنا شي التعليقات والبارطاج، الله يخليكم باش العائله تاعنا تكبر بفضل ربي سبحانه وفضلكم. هنا وليت للمقله. صاي كما كنتوا تشوفوا الخضره طابت، الفلفله ديبت، البصل ديب، نزيدوا عليها هكا واحد الحبه كبير تاع طوماطيس كنت ربيتها كيما شفتوا غالياتي، ونخليها تتقلى. هذا مكان ما ديري لها والو. والبطاطا كما كنتوا تشوفوا راح تنقلى. هنا شا غادي نديروا في الحشوه. بسم الله نبداو على بركه الله. جيب الكاس تاعك حبيبتي وسمي بالرحمن باش ربي يبارك لك في الحاجه. هنا حبيبتي ديري الكاس الاول تاع فرينه كيما شتي غالياتي، زيدي كاس الزيوج تاع الفرينه. وقلت لكم الفرينه على حساب افراد العائله، شوفوا نتوما شحال باش تقطع لكم. هنا كيما راكم تشوفوا درت الكاس الرابع نفس الكاس نفس الحجم، وندير الكاس الخامس يعني 5 كيسان تاع فرينه. صاي قطعت ليتي من حبات، زدت السادس. صاي شيرات كرشي كبيره. شوفوا الشيلات هنايا حطيت ديك الكاس. غير ما نضحك معاكم. درت ملعقه تاع سكر كيما كنتو تشوفوا. هذاك الكاس ندير الربع نتاعه تاع الزيت. صاي كيما شفتوا شويه زايد على الربع. درت المغرف تاع السكر وندير الملح كيما راكم تشوفوا غالياتي، وندير خميره فوريه. صاي لا خميره فوريه من بعد نديرها. اي حبيبتي هكا قعدي تبسي فيها، قلت لكم لا من بعد نديرها. شوفوا درنا 6 كيسين تاع فرينه من بعد ما غربلناهم. درنا ملعقه تاع سكر ايا، ودرنا رشه تاع ملح باين الملح ديالي حبيبتي، ودرنا تقريبا فايت ربع كاس تاع زيت. صاي حبيباتي هنايا شادرت من بعد ما بسستهم غايه خلي داك الزيت يدخل في الفرينه وكاع. ايا جبت شادرت في داك الكاس، درت ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، خميره فوريه. زيدي عليه الماء دافي وبديت تعجني. صاي حبيبتي هنا قعدي غير بالتدريج ديري في الماء حتى تحصلي على العجينه تكون متماسكه وطريه تقدري تخدمي بها. وانا اللي نهضر الشيرات اللي نهضر خفيف باش نوصل لكم الفكره، ما نقدش نشوف الشيرات كي جايه ديري نهضر ثقيل كسلان. ديري هذه ديري ما نجوش الشيرات الغالب. انا انسانه جايه هكا نحفز، فهمتوني؟ هيا كيما راكم تشوفوا الشيرات غادي نقعد ندير في الماء حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه وطريه. بزاف اخوات يدخلوا من الشرق وكاع يقولوا لي ساره درتك تعجبنا، ولكم والله شرف ليا، ربي يحفظكم يخليكم ليا. واللي سقسوني بزاف في التعليقات انت يمين انا من وهران الشيرات، وهرانيه بصح متزوجه في ولايه عين تموجد حمام بوجر باش تعرفوني غايه. هنا شادت جبت الريسيبيو تاعي رشيتها بشويه تاع زيت وغادي نديرها فيها كيما راكم تشوفوا جات طريه. هاي حبيبتي تجي طريه كيما شتي، وبلعي عليها بابي فيم وخليها يضعف الحجم تاعها.
كي تخمر والحشوه تاعك تبرد ايا روحي تشوفي شا غادي نديرو. هنا جبت هذيك الحشوه تاع بصل وما درنا فيها والو، زعما غير قولي شكشوكه هكا بصل وفلفله وكاع، تزيدي معاها حبيبتي هذيك البطاطا تيدي وخليها على جهه. بغيتي ديري تزيدي فيها لحوم ولا طون دبري راسك، لكن الاختيار درتها اقتصاديه. الاخوات اللي يقولوا لي ديري لنا حاجه اقتصاديه صراحه وتخرج من يدك بنينه. شكرا شكرا للاخوات اللي داروا فيا ثقه وراهم يسيو الوصفات تاعي. نقول لكم والله شرف ليا، ربي يخليكم يعطيكم على حساب قال لكم ان شاء الله. كاع ما تشوفوش الغبينه، شوفوا الشيرات هنا قطعتهم دارت لي 8 حبات صاي، 8 حبات يعني زوج لواحد. كيما كتشوفوا الحجم تاعهم صغير ماشي كبير. اي اختكم هنايا راها تحل فيها بالحلال كيما راكم تشوفوا. من بعد ما نحلها حاجه باينه اختي تعمريها ايوا تكوني الطاجين تاعك دايره حتى يحمر كيما شفتوا. نحلها هنا غايه شغل ما تغلضيهاش، ديريها شويه رقيقه كيما شتي حبيبتي. جيبي الحشوه تاعك ديريها وديري فيها الجبن باش تجيك مفرمجه. هاي حبيبتي داك الجبن يتربى وكاع اي نوعيه متواجده عندك ديريها، لكن الاختيار. هنا درنا الحبه الاولى وزدوك نزيد الزاوجه تاني ونقصي على الغاز تاعك، يعني نقصي حبيبتي على الطاجين. الضربه الاولى يكون حامي، هنا درتها في المقله. الضربه الاولى تخليه يسخن غايه، من بعد تنقصي له وخليه على غرضه يطيب. هاي باش ما تجيكش معجنه، هي اصلا ما تجيكش معجنه، تجيك خفيفه ما شاء الله. درتها طيب وزدت الزاوجه كما راكم تشوفوا. تاني غادي نعمرها بالحشوه وندير لها الجبن مبشور. وشكرا شكرا الاخوات اللي سيا وعجبتهم وصفه تاع كي يقولها شي يقولوا لها شي، حنا نقولها السيجار في وهران، وكاين يقولوا لها صباع العروسه. هاي كل وحده وكيفاش يسميها. هيا عجبتكم الشيرات وفكرتكم بالزمن الجميل يا حسره، يا ليت يعودوا يوما. دوك الايامات الشابين ما يتعوضوش. كيما شفتوا هنايا درتهم يطيبوا ونزيد نكمل حبات الاخرين معاكم. انا في فيديو طولت على الشيرات بزاف يعني سمحوا لي. هذيك هي خاطر راني ندير فيديوهات قصار بزاف، هي اللي قندير فيديو طويل خاطر وصفات كاع اللي نحطهم لكم فيهم واحد تقريبا 4 دقائق 5 دقائق. بصح لي يقلق الشيرات شويه نطولوا باش اليوتيوب يرضى علينا، اللي نطولوا شويه في الفيديو. هنا كما راكم تشوفوا درت الحشوه ودرت ثاني الجبن ايوا صاي. هي وكملتهم بالخف يعني صاروا واجدين وما شاء الله طاروا بيهم. حبه ما بقاتش هي نوضي سيها شركي تقاري ها نوضي خلاطه شرك او حاجه كديرها صار اختك اللي قتسيها. هنا وكفيها هكا باش تاني كاع تاخذ داك اللون الذهبي وتجي ما شاء الله طايبه. هذه زيدت لها شويه طياب بصح ما يعنيش انا نوعيها كيما هكا. كيما شدوا الشيرات وغادي نكمل دوك الحبات اي صاي صاروا جاهزين. هي غادي نقدمهم لهم. الحمد لله. بغيتي ترافقيها انت مع حساء مع حريره مع شوربه دبري راسك حبيبتي، يعني نعطيك اقتراح. وان شاء الله الاخوات اللي هم يبغوا الوصفات الكعك راه جاي في طريق الشيرات دوك ندير لكم الكعك ما تقلقوش. هاي حبيبتي الحلويات ان شاء الله تاني نديرهم حبيباتي. شوفوا هنا كي جات دايره ما شاء الله والله جات خفيفه ما معجنه ما والو. اسييها حبيبتي ولكم دمتم في رعايه الله وحفظه والملتقى ان شاء الله.